مساء الخير، معكم احمد حامد. عايزين الاخوان و6 ابريل وحزب الله والحرس الثوري يخشوا معانا على الخط كده، لان برضو احنا مش نازلين، ممكن يتضرب علينا نار. فاحنا عايزين معانا بلاش 6 ابريل، خلينا في الاخوان وحزب الله والحرس الثوري يبقوا معانا على الارض. بالنسبه لبتاع الجيش والشرطه اللي هو ضامن نفسه ان هو بسلاح محدش هيعرف يسجنه، لا احنا ممكن نوديك ورا الناتو. ورا ايه؟ ورا الشمس، ورا الناتو. يعني القذافي هو عبره بالنسبه لك يعني، وبشار الاسد عبره برضه. مم. دي التحية العسكرية لكل البنات والشباب اللي كانوا معانا طول ال10 سنين اللي فاتوا. التحية العسكرية. لو المسلمين والمسيحيين والماسونين فاكرين نفسهم هيخشوا الجنة في الآخر، ما هو الله غفور رحيم بقى ومفيش حساب وهيصة هيصة. هيخشوا الجنة مع إبليس، عايزين إبليس معاهم كمان لأنه مظلوم. يعني طبعا كل ما هيتقال صلى على رسول الله، صلى على حبيبي يا رسول الله، طبعا حبيبي، وفي أحلى من كده؟ مدعرة مدعرة وهتخشوا الجنة. يا سلام. أنا عايز أقول مساء الخير على رضوى وياسمين عز. رضوى الشربيني وياسمين عز، أحلى حاجة حصلت على الإعلام المصري، أحلى حاجة حصلت في الدنيا. بس نازلين 25 يناير، نازلين، أنا نازل. اللي عايز ينزل فرصة أهي، فرصة مش هتتكرر. عايز ينزل ينزل. الحر طبعا هو اللي هينزل. العبد هيبقى قاعد في بيتهم. بس اللي هينزلوا دول اسياد البلد. يعني هينزلوا 25 يناير، مش 11/11 ولا 30/6 ولا الكلام ده. اللي هينزلوا 25 يناير دول اسياد البلد. وبس. لسه فاضل يومين، لسه فاضل يومين، نشوف ايه اللي هيحصل.